الرسالة دي وصلت لنا من صديقة للقناة بصوت هادي وكلمات متلخبطة، لكنها كانت بتدور حوالين سؤال واحد: هو أنا اللي بختار حياتي ولا كل اللي حصل لي كان مكتوب من قبل ما تنفس أول نفس؟ سؤال بيعدي على كل واحد فينا، خصوصا لما نقع، نخسر أو نتوجع. وقتها بنتعلق بفكرة القدر أو نهرب منها أو نغرق فيها. القصة اللي هتسمعوها دلوقتي مش مجرد حكاية، دي رحلة إنسانة بتحاول تفهم هل الألم نتيجة اختيار ولا قدر كان لازم تعيشه عشان تتعلم. اسمعوها للآخر، يمكن تلاقوا نفسكم ما بين السطور. في سؤال بيقعد في ركن هادي من دماغي، ما بيزعقش بس حضوره تقيل، وكل شوية بيرجعلي بصوت واطي زي نغمة حزينة بتشتغل لوحدها: هو أنا اللي بختار ولا أنا ماشية في طريق مكتوب من قبل ما اتولد؟ أنا مش فيلسوفة ولا بدور على إجابة ترضي العقل، أنا بس إنسانة تعبت من جلد نفسها وبتدور على تفسير يخليها تسامح حالها. لما اختار حاجة وتكسرني، ألوم نفسي ولا أقول مكتوب وأهرب؟ في لحظات بحس إني ممثلة في مشهد حد تاني كتبهولي، بس في لحظات تانية بحس إني أنا اللي كنت أعرف، وبرغم كده دخلت برجلي. ليه مثلا لما بحب حد غلط ببقى عارفة إنه هيكسرني، وبعد ما يكسرني أقول ده نصيبي؟ طب ما أنا كنت شايفة، ليه كملت؟ ليه صدقت؟ وليه لما الدنيا وقعت عليا قلت قدر ومكتوب؟ هو القدر بيخلينا نمشي ولا بس بيسكتنا بعد الوجع؟ أنا مش ضد الإيمان، أنا مؤمنة إن في حكمة أكبر مننا، بس تعبت من التفسير اللي بيخليني أحس إن بلا إرادة وبلا عقل، مجرد لعبة في إيد حاجة كبيرة مش بفهمها. ليه كل ما اختار بحس إن قلبي بيرتعش؟ ليه القرار الواحد بياخد مني أيام؟ طب لو كنت حرة ليه خايفة؟ ليه لما بغلط أحس إن الكون كله كان مستنيني أغلط عشان يثبتلي إني مش قد الحرية؟ ولو مش حرة ليه ضميري بيصحى؟ ليه ببكي بعد كل مرة ما سمعتش صوتي؟ ولو كل حاجة مكتوبة، فين دوري؟ فين أنا من كل ده؟ أنا مش عايزة أكون بطلة ولا ضحية، أنا بس عايزة أفهم، هل اللي حصل لي كان لازم يحصل ولا أنا اللي فتحت الباب برجلي ودخلت لوحدي؟ أنا حاسة إن حياتي شبه نهر في مجرى واسع بيجرفني، بس في لحظات النهر يهدى ويسيب لي مساحة اختار اروح شمال ولا يمين. بس كل ما افتكر اللحظة دي افتكر ان كنت بختار بس وانا بعوم ضد التيار، مشيت في سكك وانا عارفة انها مش ليا، واقنعت نفسي انها جزء من الخطة، بس يمكن الخطة الحقيقية كانت ان اوقف واقول كفاية. بيقولوا نصيبك بيمشي على رجليك، بس رجليك هي اللي بتختار الطريق، وانا شايفة ان اوقات كتير رجلي خدتني لمكان قلبي ما كانش مستعد له. بس برضو ما ينفعش اقول ما كنتش اعرف، كنت اعرف وسكت. انا دلوقتي مؤمنة بحاجة واحدة، ان الحرية مش معناها اننا نتحكم في كل شيء، لكن معناها اننا نختار رد فعلنا، نختار نتعلم، نختار نسامح نفسنا ونكمل. القدر يمكن يكون خط عام، بس التفاصيل دي شغلتنا احنا، واحنا مسؤولين عن كل تفصيلة صغيرة اخترناها بايدينا، حتى لو استخبينا ورا المكتوب. احنا كلنا من اول ما اتولدنا بنتساءل عن نفس الحاجة: هل احنا احرار ولا ماشيين في مسرح كبير ادوارنا مكتوبة واحلامنا محفوظة على رف الغيب؟ يمكن الحرية مش مطلقة، يمكن ربنا بيدي لكل حد مساحة زي لوحة فيها إطار، بس انت اللي بترسم جوه الإطار ده، انت اللي بتختار الألوان وبتقرر تبدأ منين وتنتهي فين. في ناس بتقعد سنين تلوم الظروف، وناس بتقوم كل يوم حتى وهي مش فاهمة كل حاجة، بس على الأقل بتحاول ترسم مش تقعد تتفرج. في لحظات كتير بنتمنى يكون كل اللي حصل لنا مش بإيدينا، بس الحقيقة حتى لو في سيناريو أكبر مكتوب، إحنا لسه أبطال قصتنا، وبطولة الإنسان مش في الهروب من قدره، لكن في مواجهته بفهم، بصدق، بقلب بيحاول يتصالح مع كل اللي حصل. لو الكلام ده لمسك اعمل لايك واشترك في القناة، وقولي انت شايف نفسك حر ولا بتحس انك مجرد بتمشي على سكة حد تاني اختارها ليك؟ ابعتلي قصتك، يمكن نكتشف مع بعض ان الكلام اللي ما بيتقالش
هو اللي بيريحنا لما نسمعه.